النهارده هناخد مع بعض قصه ظهور الاسلام من اول مين. قال لك من اول ما الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد لحد مراحل الدعوه. هنفهم كل الكلام ده. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ قال لك اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. بيمتد نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الى عدنان من ولد اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام. يعني نسب الرسول صلى الله عليه وسلم كله الى سيدنا ابراهيم. تمام. طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم الاسامي دي بس؟ قال لك دول السبع اسامي اللي احنا واثقين فيهم جدا. طب هو كان في كام اسم؟ قال لك حوالي 25 اسم للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى مين الرسول؟ قال لك محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. بيمتد نسب الرسول الى مين؟ الى عدنان من ولد اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام، سيدنا ابراهيم. يبقى ده مين؟ يبقى ده اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. هنعرف بقى الرسول اتولد فين. قال لك الرسول اتولد في مكان او في مدينه اسمها مكه اللي هي مكه المكرمه. طب اتولد في قبيله ايه؟ قال لك قريش. طب انت اتولدت امتى يا رسول الله؟ قال لك اتولد سنه او اتولد يوم 12 ربيع اول عام 570 ميلادي. يبقى الرسول اتولد في قبيله اسمها قبيله قريش. قال لك في العام اللي اتولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مشكله موجوده في مكه. ايه هي المشكله؟ كان في ملك اسمه ابراهة الحبشي. مين الملك ده؟ قال لك ده كان ملك الحبشه في الوقت ده. ابراهة الحبشي ده قال لك كان عايز يعمل ايه؟ الراجل راح على الكعبه وكان عايز ايه اللي يحصل؟ كان عايز يهدمها او كان عايز يهد الكعبه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حمى الكعبه. طب انت كنت عايز تهدمها بايه؟ قال لك بالافيال. جاب افيال كتير واتجهت الافيال الى الكعبه المشرفه. اول ما وصلت الكعبه قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى حمى الكعبه. حماها ازاي؟ قال لك انزل عليهم طيرا ترميهم بحجاره من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. كل ده اللي حصل. فبالتالي ان ربنا سبحانه وتعالى حمى مين؟ حمى الكعبه. طب العام ده سمي بالايه؟ قال لك بسمي بعام الفيل. يبقى السؤال هنا ليه سمي عام 570 بعام الفيل؟ اقول لك ان كان هناك ملك يدعى اسمه ابراهيم ابراهة الحبشي كان عايز يهدم مين؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى حمى مين؟ الكعبه. الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما اتولد قال لك انه ما كانش له اب. ليه؟ لان ابوه كان متوفى. ابوه توفى فين؟ قال لك توفى اثناء ما كان بيعمل تجاره الى بلاد الشام، ولكنه توفى وهو راجع بالتجاره. تمام. يبقى الرسول اتولد يتيم الايه؟ يتيم الاب. فعاش مع مين؟ قال لك عاش مع امه. ده في البدايه خالص امه ولدته. اول ما اتولد راح جده مسكه ولف بيه حوالين الكعبه واخده وسماه. قال لك انا هسميه محمد. يبقى الاسم ده كان اسم لسه يعتبر في الجاهليه، كان اسم جديد. هسميه ايه؟ محمد. طب ليه هتسميه محمد؟ قال لك ليكون محمودا في الارض ومحمودا في السماء. ده مين اللي عمله؟ ده جده عبد المطلب. اول ما الرسول صلى الله عليه وسلم بدا يشد حيله كده شويه اخدته امه كان اسمها ايه؟ اسمها امنه بنت وهب. دي ام الرسول صلى الله عليه وسلم. اخدته وراحت ودته الى الباديه. يعني ايه الباديه؟ الباديه اللي هي الصحراء. قال لك موديه الصحراء ليه؟ لان كان زمان من عادات القبائل ان هم ياخدوا الاولاد ويودوهم الباديه عشان يتعلموا 3 حاجات مهمين: فصاحه اللسان، قوه البنيان، ورجاحه الايه؟ العقل، عشان يقدر يفكر يقدر يتكلم وهكذا. يبقى هنا السيده امنه بنت وهب ودت ابنها الى الباديه. كانت عند مين؟ قال لك قبيله اسمها قبيله بني سعد. طب مين اللي اخذته بقى بالتحديد؟ قال لك مرضعته. اسمها ايه؟ السيده حليمه السعديه. السيده مين؟ حليمه السعديه. السيده حليمه السعديه اخذت الرسول صلى الله عليه وسلم. قعد عندها قد ايه؟ قال لك 4 سنوات. 4 سنين الرسول صلى الله عليه وسلم اتعلم هناك كام حاجه؟ 3. تعال نقولهم: رجاحه العقل، فصاحه اللسان، وقوه البنيان. دول ال3 حاجات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اتعلمهم. بعد ما الرسول تم ال4 سنوات ذهب الى امه اللي هي امنه بنت ايه؟ بنت وهب. لحد ما بقى عنده كام سنه؟ قال لك لحد ما بقى عنده 6 سنوات. يعني معنى كده ان هو قعد عندها كام سنه؟ 4 يبقى قعد عندها 2 لانه هو قعد عند حليمه السعديه 4 سنوات وساب وفضل قاعد مع السيده امنه بنت وهب لحد ما بقى عنده 6 سنوات. طب هي راحت فين؟ قال لك ان
هي توفى. كده بقى الرسول يتيم الاب ويتيم الام. مين هياخده يربيه؟ قال لك اللي اخده بعد ذلك جده اللي هو عبد الايه؟ المطلب. يلا يا جده هتعمل معاه ايه؟ قال لك هاخده ربيه. يبقى عبد المطلب اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يربيه، قعد معاه لحد ما بقى عنده 8 سنوات. لا اله الا الله. قال لك ان جده برضه عبد المطلب توفى، يبقى كده يتيم الاب والام والجد. توفى جده عبد المطلب، فقال لك ان اللي هياخده بعد ذلك عمه اللي هو كان اسمه ايه؟ ابو طالب. ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ده ابو طالب كان عنده اولاد كتيره جدا. يعمل ايه الرسول؟ قال لك وهو كان صغير راح اشتغل في حرفه وكان اسمها حرفه الرعي. اشتغل في الحرفه دي وعلمته حاجات كتير، علمته الصبر، علمته الشجاعه، علمته التواضع، علمته الرحمه، يعني علمته حاجات كتير. يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم راح اشتغل في حرفه الرعي. وهنا السؤال، هو انت ليه يا محمد رحت اشتغلت في حرفه الراعي؟ طب ما عمك ممكن يعلمك، ممكن يديك فلوس. قال لك لا، لان كان عمه فقير وكان عنده اولاد كتير، فهو ما حبش ان هو يبقى عبء على مين؟ على عمه. فقال لك انا راح اشتغل في حرفه الراعي. اللي علمته ايه؟ قال لك علمته الصبر، الشجاعه، الرحمه، التواضع، العطف، علمته ال5 حاجات دول. قال لك بعد كده بقى الرسول صلى الله عليه وسلم هيبدا يشتغل في حرفه ثانيه. قال لك اثناء ما كان بيشتغل الرسول بعد بقى ما تم شبابه ووصل بقى ل 25 سنه، اشتغل مع مين؟ قال لك كان بيشتغل في حرفه جديده وهي حرفه ثانيه اسمها حرفه التجاره. طب بتشتغل في التجاره مع مين يا رسول الله؟ قال لك فضل يشتغل 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 لحد ما جه بص لقوا السيده خديجه. مين خديجه دي؟ خديجه بنت خويلد. تزوجت مره، اتزوجت كمان مره، يعني تزوجت مرتين، وفي المرتين اجوازها مات، اول مات الثاني مات، فبالتالي هي بقت وحيده. بس اجوازها سابوا لها ايه؟ قال لك سابوا لها تجاره كبيره جدا، تجاره كتير عايزين يتاجروا بيها. نروح لمين؟ فاللي سمع الكلام ده عمه اللي هو كان ابو طالب، فراح للسيده خديجه وقال لها ما بالك يا خديجه محمد يشتغل معاك؟ قالت له انا سمعت عنه كلام كتير، سمعت ان هو صادق وامين والناس ملقباه لان هو كان بيشتغل في التجاره بصدق وامان. فقالت له انا موافق. فعمه بقى اللي هو ابو طالب قام راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ابشر يا محمد، خديجه وافقت ان انت تشتغل معاها في التجاره. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم بدا يشتغل في حلفه التجاره مع السيده مين؟ قال لك السيده خديجه بنت خويلد. اثناء التجاره دي بدا سيدنا محمد ياخد تجاره السيده خديجه ويذهب بها الى بلاد الشام. بلاد الشام هروح تاجر هناك بقى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رايح هو وخادم السيده خديجه، كان اسمه ايه؟ قال لك كان اسمه ميسره. قالت له يا ميسره اذهب مع محمد، روح معاه شوف ايه اللي هيحصل وتعالى عرف. وفعلا ذهب ميسره مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشاف العجب. طول ما هم ماشيين في الطريق قال لك ان في سحابه ماشيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو حد جه ماشي جنبه ما تضللش عليه، هي مضلله على الرسول بس. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه قال لك ان هو اثناء ما كان راح هناك اول ما راح للشام الناس كلها اشترت منه بالرخيص بالغالي، كان بيشتري، الناس كانت بتشتري منه سبحان الله. حاجه ثانيه قال لك بالليل كان يروح يتعبد في الكون. تتعبد في الكون بتعمل ايه؟ بيشوف بقى النجوم، يشوف القمر ويتخيل ايه ده؟ مين اللي عمل ده كله؟ وراح قال لها كمان، قال لها يا سيدتي خديجه محمد ما كانش بيعمل زي التجار. التجار كان هناك كانوا كلهم يشربوا الخمر والميسر، هو لا مالوش دعوه بالحاجات دي. كل التجار تحلف بالالهه بتاعتهم اللي هي اللاتي والعزى، هو لا ما كانش بيعمل الكلام ده. فاعجبت السيده خديجه بمين؟ بسيدنا محمد، اعجبت بيه جدا وقالت له انا عايزه اتجوزك. هي اللي طلبت منه. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول في الوقت ده يقال ان هو كان عنده 25 سنه والسيده خديجه كانت كبيره، كانت تقريبا 40 سنه، يعني اكتر من 15 سنه فرق سن ما بينهم. فتزوج السيده مين؟ فتزوج السيده خديجه. بعد ما تزوج السيده خديجه يبقى هنقول هنا تزوج من السيده خديجه. قال لك اول ما تزوج من السيده خديجه انجب منها ولدين وماتوا و4 بنات، ودول اللي فضلوا موجودين. مين؟ قال لك زين ورقيه وام كلثوم وفاطمه. دول 4 ابناء للرسول صلى الله عليه وسلم، انجبهم من السيده مين؟ خديجه. يا سبحان الله، وهي كان عندها 40 سنه، كبيره برضه. فالسيده خديجه هي اللي بدات تعاني الرسول صلى الله عليه وسلم، تعاونوا على ايه؟ على حاجات كتير. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تزوج قال لك ان هو كان بيروح يتعبد. يعني ايه يتعبد؟ كان يسيب كل الاماكن كلها ويروح على غار اسمه غار حراء. الغار ده اللي هو جبل موجود فيه مكان واسع كده، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدخله زي كهف كده، فسمينه غار حراء. المكان ده موجود فين؟ قال لك كان موجود
موجود في السعوديه اللي هو في مكه، كان يذهب اليه. ليه يا رسول الله؟ قال لك كان يقعد بقى يتعبد في الكون. الكلام ده وهو بقى عنده 40 سنه، يعني الرسول كبر. قال لك في يوم من الايام نزل عليه الوحي. يبقى الوحي نزل على الرسول وهو عنده كام سنه؟ 40 سنه، في غار اسمه غار ايه؟ حراء. ما هو الوحي؟ قال لك الوحي ده اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، تمام؟ اسمه الوحي، وفي مقولة أخرى باسم الناموس، ولكن احنا بنقول الوحي. ما المقصود بالوحي؟ هم قايل له هي تعاليم صادرة من الله عز وجل إلى الأنبياء بواسطة مين؟ جبريل عليه السلام، بواسطة سيدنا جبريل. يبقى الوحي هي تعاليم صادرة من الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء بواسطة مين؟ جبريل. أول ما جبريل وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المفروض نزل عليه مرتين، بس احنا هنجيب بقى ونخلص. قال لك أول ما نزل قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ. قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ. قال له اقرأ، ما أنا بقارئ. قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. الرسول صلى الله عليه وسلم خاف. هو أنت كده لما تيجي تبص وأنت قاعد لوحدك كده وفي ضلمة مكان لوحدك، وتيجي تبص تلاقي حد بيكلمك وحد قدامك، أنت هتعمله إيه؟ هتخافوا جدا، لدرجة إن الرسول فعلا خاف وذهب إلى السيدة خديجة وقال لها غطيني غطيني، ما بك يا محمد، غطيني غطيني، أو زاملوني زاملوني، غطوني غطوني. فعلا غطوه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ما صح ما بك يا محمد، والله لن يخزيك ايه؟ لن يخزيك الله ابدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيعمل فيك حاجه، انت مالك يا محمد؟ راح حكى لها على اللي حصل. قالت له استنى، انا اعرف واحد كان عالم بالانجيل اسمه ورقه ابن نوفل، ده كان ايه؟ قال لك كان ابن عم السيده خديجه. قال له تعالى نروح له ونشوف هو يقول ايه. اول ما راحوا لورقه ابن نوفل ساله وحكى له على اللي حصل، وقال له ان اللي نزل عليك ده الوحي او الناموس اللي هو جبريل اللي بينزل على كل الانبياء. قال له يا محمد انت ستكون نبي اخر الزمان. يعني ايه اخر زمان؟ يعني اخر نبي ينزل. فقال له انت ستكون نبي هذا مين؟ الزمان. يعني انت المفروض دلوقتي هتبقى نبي هذا الزمان. طب اعمل ايه؟ استنى جبريل هينزل له تاني. فنزل له جبريل، كل مره بقى جبريل بينزل له. فقال له يا محمد ابدا بالدعوه الى مين؟ الى الاسلام. السيده خديجه اثناء ما كانت موجودين عند ورقه بن نوفل قالت له انا امنت بيك. يعني هي اول واحده تامن بمين؟ بسيدنا محمد. قالت له انا امنت بيك، انا مؤمنه بيك انت بالرسول صلى الله عليه وسلم. بايه بقى؟ تعال نشوف. جبريل نزل عليه وقال له يا محمد ابدا بالدعوه الى الايه؟ على الاسلام. الاسلام هتبدا بالدعوه. قال لك في الدعوه دي عندي كم مرحله؟ 4 مراحل. هنبدا بقى نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم هيبدا يدعو للاسلام ازاي. عندك 4 مراحل للدعوه. اول مرحله اسمها المرحله السريه، او في مقوله اخرى سريه الدعوه. يبقى دي المرحله الاولى. طب المرحله الثانيه قال لك اسمها الدعوه الجهريه، اللي هو هيبدا يدعو الناس. دول الدعوتين اللي هناخدهم النهارده. طيب اللي بقى في الدرس الثاني عندي دعوتين تانيين. الدعوه الثالثه اللي هي مواجهه المعتدين على الدعوه، والرابعه قال لك عالميه الدعوه، هيبدا يدعوها بقى في العالم كله. هنبدا بالسريه. السريه دي قال لك استغرقت قد ايه؟ 3 سنوات. 3 سنين الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو الاسلام سرا. قال لك ادعو اقاربك يا محمد، اصحابك واقاربك والناس العزيزه عليك. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم بدا يدعو الناس. قال لك في ناس امنت بيه. اول من امن من مين؟ قال لك اول من امن من الرجال، النساء، الصبيه، والموالي اللي هو الخدم. الرجال مين؟ كان صاحبه وصديقه ابو بكر مين؟ الصديق. وهنعرف هو الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بالصديق ليه. تمام. بعد كده قال لك من اول من امن من النساء عارفينها السيده خديجه بنت خويلد. طيب الصبيه او الصبي كان صغير خالص، كان ابن عمه كان اسمه ايه؟ ابو طالب. ابن عمه بقى كان اسمه علي بن ابي طالب. الموالي بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مربيه عنده في بيته. قال لك واحد اسمه زيد ابن حارثه اللي توفى في غزوه مؤتة. تمام. طيب من دول بقى؟ دولت اول من امنوا. الدعوه دي احنا قلنا صارت قد ايه؟ قال لك 3 سنوات. 3 سنين الرسول بيدعو. دولت اكتر او اول ناس دخلت الاسلام. راح لابو بكر قال له انا مصدقك في كل اللي انت عايزه، انا امنت بيك. السيده خديجه امنت بيه. علي بن ابي طالب كان صغير كان عنده في الوقت ده قد ايه؟ قال لك 10 سنين وامن بيه. زيد بن حارثه قال لك امن بيه. هو فينا سؤال يا استاذ، هو ليه ما حدش سالني المرحله السريه دي؟ ليه اصلا الرسول بدا يدعو سرا؟ ليه بيروح للناس كده في السر؟ الله ينور عليك. لان القبيله بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي قريش، اللي كان بيقول لك ابائنا واجدادنا
قال لك ان القبيله ديت لو كانت عرفت في الوقت ده كان ايه اللي حصل؟ قال لك كانوا اذوا الرسول صلى الله عليه وسلم واذوا المسلمين. يبقى كده لما اقول للرسول بدأ الدعوه السريه سرا، هقوم قايل له خوفا من اذى الايه؟ المشركين. يبقى خوفا من اذى مين؟ المشركين. بعد كده قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ال 30 فرد دول عايزين حاجه اسمها التعليم، اللي هو تعليم الدين الاسلامي او المبادئ. طب نتعلم فين يا رسول الله؟ قال لك نعمل مدرسه. مدرسه ايه؟ قال لك مدرسه كانت موجوده في اخر مكه، كانوا مسمينها بايه؟ مدرسه الارقم ابن ابي الارقم. المدرسه دي كانت بعيده، اخذوها عشان يتعلموا بيها، كانوا ذهبوا اليها ليلا عشان خاطر قريش ما تشوفش حاجه. يبقى هم كانوا بيتعلموا ايه؟ قال لك تعليم الدين الايه؟ الاسلامي. وبدا الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل التعليم بتاعه. تعمل ايه يا رسول الله؟ نزل عليه جبريل مره ثانيه وقال له يا محمد ابدا بالدعوه الثانيه اللي هي الدعوه الايه؟ الجهريه. يعني ايه جهريه؟ يعني هتدعو الناس. ركز بقى معايا قوي. الدعوه الجهريه دي قال لك دون مواجهه، يعني ما واجهش حد، ما عملش حروف، خلاص. طب تعمل ايه يا رسول الله؟ قال لك كان عندنا جبل موجود في مكه اسمه جبل الصفر. صعد الرسول على هذا الجبل فوق وبدا يدعو القوم. يا قوم يا قوم ما بك يا محمد؟ ماذا تريد؟ قال لهم لو قلت لكم ان ورا الجبل ده خيل هتصدقوني؟ قال له والله ما جرينا عليك كذب قط، انت ما بتكذبش ابدا يا محمد. قال لهم اذا انا نذير لكم. نذير؟ انا نذير، انا رسول، انا رسول لكم من عند رب مين؟ العالمين. مين اللي سمع الكلام ده؟ كل اهل قريش. كل اهل قريش في الوقت ده سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فجي عمه مين؟ فاكرين واحد اسمه ابو لهب؟ ابو جهل وابو لهب وابو الحكم وابن سفيان، كل دول كانوا عمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب اليهم ابو جهل قال له ايه ده؟ ابو لهب اهو. قام راح قال له تبا لك تبا لك سائر اليوم. قال هذا جمعتنا؟ هو انت جمعنا عشان خاطر كده يا محمد؟ انت جمعنا عشان كده بس؟ اللي هو بقى بايه؟ قال لك ان هو شتمه قدام الناس كلها، قدام القبيله. فروح لابو جهل. من هنا بدات الحرب. قال له يا ابو لهب ما كانش لازم تعمل كده، يعني ده ابن اخوك، ما كانش لازم ان انت تهينه قدام الناس، نسيبه يتكلم وبعد كده نشوف هنعمل ايه. فطبعا كل اهالي قريش في منهم اللي دخل الاسلام وفي منهم اللي ما دخلش واللي رفض، وبدا يحصل ايه؟ اذيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا انا عايز اسال سؤال، كان ايه موقف قريش من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قريش عملت 4 حاجات مهمين. قال لك ان قريش كان موقفها حازم وصريح. ليه يا قريش؟ خوفا على مكانتهم بين القبائل. اللي هو بسبب ايه؟ قال لك دين ابائهم ومين؟ ودين ابائهم واجدادهم. احنا نترك اصنامنا؟ لا نترك الهتنا؟ انت عايزنا نترك الاصنام والالهه عشان نيجي معاك؟ انت بتقول ايه يا محمد؟ احنا مش موافقين طبعا. المشكله ان موافقتهم هنا ان هم كانوا خايفين من ايه؟ قال لك خوفا على ايه؟ قال مكانتهم بين القبائل. يعني انت خايف على مكانتك؟ ما كانوش يعرفوا ان لو هم دخلوا الاسلام كانت مكانتهم هتبقى اعلى واعلى واعلى، ما كانوش يعرفوا كده. فبدا يعمل ايه؟ قال لك بداوا اول حاجه يؤذوا النبي. يعني ايه يؤذوه؟ يتهموه بالسحر والجنون، انك لساحر كذاب، ويشتموا. ده اول حاجه. ثاني حاجه قال لك ايه؟ قال لك تعالى بقى يا محمد ما تيجي نتفاوض معاه. راحوا لعمه اللي هو ابو طالب. يا ابو طالب روح لابن اخوك وقول له ايه؟ ان احنا هنديه زعامه وهنديه فلوس كتير ويبقى واحد من الزعماء بتوع القبيله. في ايه؟ في مقابل ان هو يترك الدين بتاعه. يعني انت عايز تدهوني في مقابل ده؟ وقام رايح بقى عمه اللي هو ابو طالب وذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فراح رد عليه الرسول رد ايه؟ قال له والله لو وضعوا القمر في يمينه والشمس في يساري على ان اترك هذه الدعوه لن اتركها ابدا. انتم متخيلين الوضع؟ قال له لو ادوني ايه بالله لن اترك دعوه الله سبحانه وتعالى اللي ربنا امرني بيه. فقريش استعجبت، ده احنا عارضين عليك عرض ما حدش يرفضه. فبداوا يعذبوا في مين؟ قال لك بداوا يعذبوا في المسلمين ويؤذوهم. يعني انت مش راضي تسكت يا محمد على اللي انت بتعمله؟ هنعذبك ونعذب المسلمين. وعذبوه. ده مش بس كده، ده قال لك ان هم عملوا مقاطعه، حصر المسلمين ومقاطعتهم، وراحوا عملوا كده حاجه على الكعبه اللي هو ما حدش يختلط بيهم، ما حدش يديهم اكل ولا يتجوزوا منهم ولا في اي تعامل. في الوقت ده كان المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك حسهم على الصبر. قال لهم اصبروا اصبروا فصابروا، لما تصبروا ربنا هيديكم اللي انتوا عايزينه. طب كانوا بياكلوا منين؟ قال لك كانوا بياكلوا من اوراق الشجر لمده 3 سنين حصار لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بالهجره. هاجروا الى الحبشه. ليه الى الحبشه يا سيدنا محمد؟ قال لك عشان خاطر كان فيها ملك عادل ما بيظلمش عنده حد. كان اسمه ايه؟ اسمه النجاشي. طب والنجاشي ده كان ديانته ايه؟ قال لك ده كان مسيحي.
فما كانش بيظلم حد تماما. وفعلا هاجر المسلمين الاوائل، نركز في الكلمه دي، الى الايه؟ الى الحبشه. ليه؟ قال لك عشان خاطر كان فيها ملك عادل لا يظلم عنده احد، اسمه ايه؟ اسمه النجاشي. وبعد كده الرسول قال لهم اذهبوا. هل الرسول ذهب معاهم؟ لا، ده قال لهم روح. وفعلا راح. اول ما راحوا طبعا النجاشي حماهم من الناس اللي كانت بتجري وراهم من مكه. الرسول كان فين بقى في الوقت ده؟ قال لك ذهب الى مكان اسمه الطائف. الطائف ده برضه كان مكان موجود تحت مكه، يعني ده مكه فوق الطائف تحت، وراح للطائف. طب هو كان راح للطائف ليه؟ قال لك كان بيحاول ايه؟ ان هو يدعوهم الى الدخول الى الاسلام. ولكن اهل الطائف ما وافقوش. يعني ايه؟ قال لك قابلوه بالاذى، بداوا برضه يؤذوه وقالوا له احنا رافضين ومش داخلين الدين الاسلامي بتاعك ده. فعاد الرسول مسرعا الى مكه. يبقى كده نسال السؤال بتاعنا، كان ايه موقف قريش من الدعوه الاسلاميه؟ هقول له 1 ايذاء النبي واتهامه بالسحر والايه؟ والجنون. 2 التفاوض معه واغراءه بالايه؟ بالمال والزعامه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل؟ رفض تماما. 3 تعذيب وايذاء المسلمين. 4 حصار المسلمين ومقاطعتهم، اللي هو عدم البيع والشراء لهم، لا حدش يبيع ولا يشتري منه خالص. طيب كان ايه موقف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لك اول حاجه المسلمين اصبروا، يبقى اقول له حث المسلمين على الصبر. طب تاني حاجه قال لك الثانيه، قال لك امر المسلمين بالهجره الى الحبشه. ليه الى الحبشه؟ لان كان عندهم ملك عادل اللي هو كان النجاشي لا يظلم عنده ايه؟ احد. طب رقم 3 قال لك ذهب الرسول الى الطائف. طب رحت الى الطائف ليه يا رسول الله؟ قال لك ليدعوهم الى الدخول الاسلام، ولكنهم قابلوه بالايه؟ بالاذى. فعاد الرسول مسرعا الى مكه المكرمه. وبذلك يكون انتهى درسنا. يبقى احنا عندنا الدرس ده بيتكلم عن قبل الاسلام وبعد الاسلام. اخذنا مرحلتين، اللي هي مرحله الدعوه السريه، والمرحله الثانيه اللي هي الدعوه الجهريه.